السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم فيديو جديد مع أحمد ومهرة، والنهاردة معانا غصن عقاب ستيب إيجل. أول يوم ليها في الدعوة وكده قعدنا من الطيرة دهلناها. الطيرة طبعا هتبقى مستجيبة شوية وممكن لأ، لأن الطيرة بايتة من الموسم اللي فات، لكن ما كانتش بتيجي دعوة في الأرض وكده. فاحنا بنحاول معاها على قد ما نقدر ان احنا نرفع مستوى لياقتها بحيث ان احنا نطلقها في الليل برية. وهي هنا ما شاء الله هي نسبة الاستجابة بتاعتها حلوة، وزي ما انتم شايفين كده هتنط دلوقتي. وهي يعني اللي هو ايه، مترددة برضو. هي الناس دي غريبة عليها مين دول وكده، بس هي ما شاء الله عليها شخصيتها شديدة، فده اللي مخلينا عندنا ثقة ان هي تيجي دعوة في ارض التدريب وكده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها هي جات، لكن هي مستوى اللياقة بتاعتها ضعيف شوية. وهنبدأ ان احنا نرجعها تاني، وجبناها تاني. هي ما شاء الله عليها طيرة ما شاء الله جميلة. ومعانا مفاجأة بقى، البوتد، العقاب البوتد أصغر عقاب في العالم. ما شاء الله بدأ المستوى بتاعه يتطور، بدأ يجي مسافات، يعني هو هيجي هنا مسافة أكتر من 100 متر. زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني باشمهندس ربنا يبارك له فيه الطير. وابنه بيرجع الطير تاني مكانه بحيث ان يدعيه، وبدأ انه يوقفه على ايده، وبدأنا ما شاء الله انه يجيبوا مسافة اطول واطول. ما شاء الله العقاب البوتد بقى في حتة تانية يا شباب، مع ان العقاب ده كان صعب في التدريب وصعب في التدهيل، وكل اللي عارف اللي بيربي بوتد عارف انه صعب قوي ان انت توصل معاه المستوى ده، فان هو يوصل للمستوى ده جميل جدا. والمفاجأة الأكبر معانا بشرى ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الطيرة اتفكت، بقى بتيجي مسافات أكتر من 200 متر. ما شاء الله عليها تحفة تحفة تحفة، ربنا يبارك له فيها. يلا انتظروا فيديو جديد.